اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي اخباركم ايه؟ انا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين بحلول شهر رمضان. يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحه. تعالوا نشوف بقى احنا هنعمل النهارده ايه. هنعمل النهارده انا غير فكرتك تماما عن الرز بشعريه. تعالي اعمل لك شويه رز بقى بشعريه تحفه جدا، وهنشوي معاهم فراخ بتتبيله جديده حلوه قوي. تابعي الفيديو وتعالوا نشوف هنعمل الفطار بتاعنا النهارده ازاي. اول حاجه هنبتدي بالتتبيله بتاعه الفراخ. التتبيله هتبقى على السخن شويه. يعني ايه؟ حطينا شويه زيت في طاسه، وقمنا حاطين معلقه كبيره بهارات برياني، ومعلقه كبيره جرام مسالة، وحطينا كمان معلقه كبيره بابريكا، وشوحناهم كده. بس طبعا يعني خلي بالك عشان ما يتحرقوش منك على النار، سريعا كده على البوتاجاز بس. وسبتهم يهدوا شويه. بعدين جبت الفرخة بتاعتي، كنت نقعها في محلول مل... آه، محلول نقع، وغسلها كويس قوي. تمام. وجبت كوباية زبادي كبيرة وحطيت عليها التتبيلة اللي انا عملتها على البوتاجاز. التتبيلة دي اول مرة اجربها بس تحفة جدا جدا جدا. تمام. وهقلبهم مع بعض زي ما احنا شايفين كده. طبعا ما سبتش ولا فتفوتة من من التتبيلة. وبعدين حطيت عليهم ملح وفلفل، وهحط عليهم كمان معلقة كبيرة كركم. تمام. وكنت جايبة بقى عصير ليمونتين عليهم جنزبيل فريش مبشور، وعليهم كمان توم، فصين توم. يعني هقلب بقى الخليط ده كله بتاع التتبيل مع بعضه، وريحته وطعمه والله وهو كده من غير اي حاجة تحفة جدا. زي ما قلت لكم انا اول مرة اجربه، بس حلوة قوي التتبيلة دي، ومختلفة عن اي تتبيلة احنا جربناها. بصوا دي بهارات الرز البرياني، دي بهارات البرياني، ودي الجرام مسالة اللي انا قلت لكم عليها. وممكن استخدم دي بس وممكن استخدم دي بس، يعني مش لازم الاتنين مع بعض. تمام. دي من شيف يا جماعة، حلوة قوي. وهجيب الفراخ بتاعتي بقى وهتبلها من جوه ومن بره ومن كل حتة. لسه بقى ما عملناش لايك ولا اشتراك ولا اي حاجة، ينزل يعمل لنا دلوقتي. شوفوا بقى انا مفرغاه، يعني شايلة الجلد كده عن اللحم. وابتدي بقى احشي بقى من تحت الجلد ومن جوه وما بين الاوراق ومن بره ومن كل حتة، واعملها زي مساج كده. طبعا الحركة دي انت بتبقي عاملاها قبلها بليلة. خلاص يعني التتبيلة دي بقى، بصوا يعني الأكلة دي أساسا تنفع في عزومة، تنفع في أي حاجة، فانتي من قبلها بليلة تكوني انتي بقى متبلاه التتبيلة الجامدة دي. وتحطي عليها بقى ورق ستريتش، وتسيبيها لحد تاني يوم، قبل العزومة بتاعتك أو كده، أو قبل الفطار، أو قبل الغدا طبعا، إن انتي تحطيها في الفرن تتشوي. يعني اتوصوا بالمساج قوي يا جماعة بتاع الفرخة عشان خاطر تطلع طعمها تحفة. خلصتها، هقفل عليها بقى كده واشيلها. طبعا في التلاجة. تعالي بقى تاني يوم، جبت الصينية بتاعتي وحطيت عليها الشبكة وحطيت عليها الفرخة كده، وبحط كمان مية. المية دي البخار اللي بيطلع منها بيسوي الفراخ جامد، مبيبقاش فيها دم، مبيبقاش فيها أي حاجة. دخلتها الفرن بتاعي. على حسب حجم الفرخة بقى بتقعد من ساعة ونص لساعتين. تمام كده. تمام. هنعمل كمان بطاطس حارة جنبها. فحطيت شوية زيت وحطيت شوية بقدونس على كزبرة وقرن فلفل حامي مقطعاه برضو، وابتدي اشوحهم. وفي الوقت ده انا كنت عامله مكعبات بطاطس قلياها، وحطيت كمون وملح وفلفل وكزبره، واديهم تشويحه كده، وانزل بالبطاطس اللي انا محمراها، واديهم تشويحه مع بعض كده. وكده خلاص بتبقى جاهزه معايا، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. حطيت كمان عليها شويه عصير ليمون. بتبقى حلوه جنب الاكل برضو. انا قلت تغيير، قعدت افكر ايه اللي ممكن يليق معايا، فلقيتها يعني تليق معايا، وخصوصا ان انا مش عامله نوع خضار مع الاكله دي.
تعالوا بقى نشوف بقى الرز بتاعنا ابو شعريه هنعمله ازاي بشكل مختلف تماما. حطينا شويه زيت وحته زبده، جبنا كوبايه شعريه نزلنا بيها. طبعا انت تعملي الكميات اللي انت عايزاها، انا عامله الكميات دي مش قادره اقول لك وفضل منها كتير بصراحه، يعني احنا 4 افراد، فضل الاكل كتير، مش عارفه بقى عشان الصيام ولا ايه مش عارفه. ونزلت عليهم بميه مغليه دوبك غطيت الشعريه. البهارات اللي هحطها عليها هي برضو الجرام مسالة وبهارات الرز البرياني، ولو احتاجت ملح، لان بهارات اللي هي الرز البرياني كانت مملحة شوية. نفس البهارات اللي تبلت بيها الفراخ هبوريها لك تاني، دي من شيفي، اسمها خلطة الأرز البرياني. وبس، وهقفل عليها بقى الغطا واسيبها لحد لما تستوي، هدي عليها النار. ولا حطيت شوربة ولا حطيت مرقة ولا أي حاجة. الحلة التانية بقى هجيب رز بسمتي كنت غسلاه، دول كانوا كوبايتين. برضو زي ما قلنا انت عايزة تزودي الكميات براحتك. برضو هبتدي اشوحهم واحط عليهم من نفس البهارات اللي انا حطيتها على الشعرية والفراخ. برضو بهارات الرز البرياني والجرام مسالة. الشعرية ما حطيتش ملح، لكن الرز حطيت شوية ملح صغيرين. وهبتدي برضو انزل عليها بالمية وخلاص كده. هي المية دي انا كنت غليها. طبعا ممكن نعملها برز مصري عادي، مفيش مشكلة خالص. ماشي، مش شرط رز بسمتي، رز مصري عادي. وبس هغطي عليها واسيبهم الاتنين يستووا. تمام كده. التجهيزات بقى اللي احنا كنا عاملينها في رمضان، بصوا بقى نفعتنا ازاي. كنت عامله سمبوسه معاكم لو تفتكروا، بدات احمرها. وكمان كنت عامله ممبار ده مجمد شايفينه اهو. هبتدي احمره، بطلع الحاجه من الفريزر احطها في الزيت على طول، ما تقلقيش من حاجه. التفريزات بتساعدني، وخصوصا لو انتي ستي بتشتغل او عندك اطفال صغيرين، بتساعد جدا جدا جدا، ما تهملوهاش بجد. وسيبك من اي حد بقى يقعد يقولك تفريزات ايه وبتاع ايه، على قد امكانياتك اعملي. خلاص، دي الشعريه خلصت، فلفله وجميله. وكمان الرز بتاعنا خلص. بجد هينفعوا في عزومه وشكلهم تحفه جدا. بصوا بقى المخللات اللي احنا خليناها مع بعض وقلنا هنسيبها لرمضان. طبعا الولاد فتحوها قبل رمضان اساسا، يعني نص البرطمان كانت تاكل اهو. ده البصل اهوت، وكنت مطلعه الليمون كمان. والله العظيم جربوهم على طريقتي، ارجعوا للفيديو بتاع المخللات. بصوا، يعني من الاخر انا جايبه لكم حاجات من الاخر. لازم نقدم الاكل زي ما قلنا دايما متعودين ان احنا نقدمه بشكل حلو. طبعا لحظه التقديم دي من احب اللحظات في حياتي. تمام كده. تمام. ودي سلطه البطاطس الحاره بتاعتي. كنت عملت كمان سلطه زبادي بالخيار. عايزه تحطي عليها نعناع حطي، مفيش مشكله. هبتدي بقى اغرف بقى الاكل بتاعي. اللحظه المنتظره. طريقة التقديم دي عجبتني قوي، انا شفتها بصراحة فحبيت ان انا انفذها. حلوة جدا. بصوا انا يعني انا مش شيف ولا حاجة، بس لما بشوف وصفة بتعجبني بحب اجربها، لاني انا بحب الطبخ. تمام كده. وبحب اجرب، بحب اجرب جدا. بصوا بقى الشعرية هحطها ازاي. هحطها على اطراف الرز من فوق كده، داير ما يدور حوالين السرفيس بتاعي. طبعا تعملي بقى في سرفيس مدور، سرفيس بيضاوي، سرفيس مربع، براحتك خالص. انتي وذوقك وانتي وحسب الحاجة اللي موجودة عندك. زي ما انتي شايفة كده. طبعا الرز لون والشعرية لون، بصراحة كان شكل، يعني مش قادرة اقولك كان عامل ازاي. شكل تحفة جدا.
وريحته كانت حلوة قوي. ممكن تعملي جنبيه خضار سوتيه، ممكن طاجن اي خضار تاني زي ما تحبي. ممكن تعمليه زي ما احنا عاملين كده. شايفين بقى الجمال والالوان؟ والله العظيم خطير. نشوف بقى الفراخ بتاعتنا اتشوت اهي، بقت تمام، وريحتها برضه كانت حلوة قوي. تيجي احطها بقى في النص اهي. ما شاء الله، بجد ما شاء الله تحفة. اعمل بقى وردة من الطماطم. عندك شوية مكسرات تحطيهم، سوداني وزبيب، المتاح عندك حطيه. مش عايزة تحطي حاجة خلاص، شوية بقدونس، رشة بقدونس او جزر مبشور، كل ده بيدي شكل تحفة. كاننا عاملين ديك رومي والله. ده الرز بقى بشعرية اللي انتي متعودة عليه؟ لا طبعا، رز هو بتوابل برياني برضو معاه شعرية بشكل مختلف، بتقديم مبتكر، حلو قوي. جربوها بجد، هتعجبكم جدا. اللي وصل معايا لنهاية الفيديو برضو ما ينساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وسيبوا لنا تعليقات حلوة تحت الفيديو. واوريكم الاكل بقى والسفرة بتاعتنا هنرصها ازاي. ما شاء الله بجد تحفة. دي فرخة عادية يا جماعة خالص، ولا ديك رومي ولا حاجة، وعملنا منها سفرة جنان. نرص بقى السفرة بتاعتنا. الأطباق، حطي الحاجة بشكل حلو تفتح النفس كده، بيفرق جدا في تقديم الأكل. ودي الشوربة بتاعتنا عملناها برضو، تعملي شوربة لسان عصفور. طبعا بصي غيري في كل مرة في شكل الشوربة، ممكن تعمليها اللي هي لسان العصفور، ممكن تعمليها هي الحروف، ممكن تعمليها اللي هي على شكل ترسة. بصي اعملي غيري في الشكل، المكرونة هتحسي ان انت كل مرة بتعملي في حاجة دي. ودايما اقول لكم المعلومة دي. وانواع السلطات غيري فيها برضو كل مرة. شوفي نوع سلطة جديد اعرفيه، اليوتيوب مليان حاجات كتير جدا والنت، فشوفي وصفة تنفعك وجربيها. طبق المقبلات بتاعي اهو. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله بألف خير. وجربوا وصفاتي وقولولي رأيكم فيها ايه.